اسمي إلهام، عمري 39 عاماً. تزوجت وأنا في 19 من عمري. حياتي لم تكن مثالية، لكنها كانت مستقرة. زوجي عبد كان رجلاً بسيطاً يعمل أكثر من عمل حتى يوفر لنا احتياجاتنا. لدينا 3 أولاد، الأكبر في السنة الأولى بالجامعة، والثاني في أولى ثانوي، والصغير في ثاني إعدادي. كنا نعيش حياة متوسطة، لا ينقصنا الأساسيات، لكن لم يكن لدينا رفاهية زائدة. في نفس العمارة كانت تسكن جارتي فاديا، وهي في نفس سني تقريباً. حياتها مختلفة تماماً عن حياتي. زوجها يمتلك معرض سيارات كبير ويتاجر في قطع الغيار، والمال عندهم وفير. كانت دائماً مهتمة بنفسها بشكل لافت: ملابس أنيقة، ذهب يلمع في يديها، صالونات تجميل، جلسات عناية، وسفر كل فترة. كنت حين أراها أشعر بمزيج من الإعجاب والحسرة. لم أكن أحسدها على زوجها، لكني كنت أتمنى أحياناً لو أملك بعض الراحة التي تعيشها. ذات يوم كنا نجلس معاً في شقتي جلسة نسائية عادية، نتحدث عن تفاصيل حياتنا. فوجئت بها تعترف لي أن المال الذي يغمرها به زوجها ليس إلا محاولة لتعويض نقص كبير في علاقتهما. قالت إنها غير سعيدة، وإنها تحسدني على ضحكي مع عبد وعلى التفاهم الذي تراه بيننا. كلماتها جعلتني أتعاطف معها، وبدون قصد بدأت أتكلم عن حياتي مع زوجي بتفاصيل ربما كان يجب أن تبقى بيني وبينه. بعد أيام كنت أجلس مع عبد في البلكونة، نشرب الشاي ونضحك كعادتنا. لمحنا فادية في شرفتها تراقبنا بنظرات طويلة. دعوتها للصعود إلينا، فوافقت ونزلت فوراً. جلست معنا وقتاً طويلاً، وكانت تضحك أكثر من المعتاد، وتمازح عبد بطريقة لفتت انتباهي. شعرت بشيء غريب، لكني حاولت تجاهله. بعد أن غادرت، أخبرت عبد أن نظراتها لم تكن عادية، فضحك واتهمني بالغيرة، وقال إنها مجرد أوهام. في صباح اليوم التالي، وبعد خروج الأولاد وذهاب عبد إلى عمله، طرقت فادية بابي. كان وجهها جاداً على غير العادة. قالت إنها تريد التحدث في موضوع مهم جداً، وطلبت أن يكون سراً بيننا. لم أتوقع أبداً أن ما ستقوله سيقلب حياتي رأساً على عقب. جلست أمامي ونظرت في عيني مباشرة وقالت بهدوء: أربكني، أنا عايزة عبد، مش خدمة ولا مشوار، عايزاه هو. تجمدت في مكاني، غير قادرة على استيعاب ما سمعت. ظننتها تمزح، لكنها أكدت كلامها، وأضافت أنها لا تريد فعل شيء من وراء ظهري، بل برضاي الكامل، وحتى لو أردت أن أكون موجودة. عندها فقط أدركت أن حياتي الهادئة بدأت تتصدع دون أن أشعر. بعد أن خرجت فادية من شقتي، بقيت واقفة في منتصف الصالة، وكأن الأرض سحبت من تحت قدمي. كلماتها كانت تتردد في أذني بلا توقف: كيف يمكن لإنسانة أعرفها منذ سنوات أن تطلب مني هذا الطلب؟ وكيف خطر ببالها أنني قد أوافق أصلاً؟ حاولت أن أقنع نفسي أنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة، أو أنها لم تكن تعي ما تقول، لكن داخلي كان يعلم أنها كانت جادة تماماً. لم تكتفي بطلبها فقط، بل بدأت تعرض علي إغراءات لم أكن أتوقعها. ذكرتني باللابتوب الذي يحلم به ابني الكبير للدراسة، وقالت إنها مستعدة لشرائه فوراً. تحدثت عن المال والهدايا وأي شيء أريده مقابل موافقتي. تركتني في دوامة من الأفكار المتناقضة، بين كرامتي كزوجة، وبين ضغوطي المادية، وبين فكرة أن الأمر، كما حاولت إقناع نفسي، لن يكون إلا ساعات وتنتهي. عندما عاد عبد من عمله، انتظرت حتى استراح قليلاً، ثم فتحت معه الموضوع. في البداية ظن أنني أمزح، ثم تغير وجهه عندما أدرك أنني أتحدث بجدية. غضب بشدة وقال: إننا فقدنا عقولنا، وإن هذا الكلام لا يصح حتى التفكير فيه. لكنني بدل أن أكون صوت العقل، بدأت أبرر. قلت له إننا لسنا مضطرين لشيء دائم،
وإنها هي من طلبت، وإن الأمر سيكون برضا الجميع ولن يعرف أحد. ذكرته بحاجات الأولاد وبالضغوط التي نعيشها، وبأننا نعمل ليل نهار لنلبي احتياجاتهم. ساد صمت طويل بيننا. شعرت خلاله أنني أرتكب خطأ، لكنني واصلت. سألني فجأة: أنت موافقة فعلاً؟ لم أستطع الإجابة بوضوح، لكن ترددي كان كافياً ليعرف أنني أفكر في الأمر بجدية. لم يوافق بسهولة، ولم يرفض نهائياً. بدا عليه الارتباك، وكأن جزءاً منه مستنكر للفكرة، وجزءاً آخر منجذب للاهتمام الذي أظهرته فادية. في النهاية قال: طالما أنت راضية وما فيش حد هيعرف. وكانت تلك الجملة بداية انحدار لم أكن أتخيله. في المساء اتصلت بي فادية لتسأل عن القرار. صوتها كان واثقاً، كأنها تعرف الإجابة مسبقاً. لم أقل نعم صريحة، لكني لم أقل لا أيضاً. اتفقنا أن نصعد إليها في اليوم التالي. قضيت تلك الليلة في صراع داخلي مرير. كنت أرى أمامي صورتين: صورة زوجة تحافظ على بيتها مهما كانت الظروف، وصورة امرأة تبحث عن حلول سهلة لمشكلاتها. حاولت أن أبرر لنفسي بأنني أتحكم في كل شيء، وأن الأمر لن يتجاوز حدوداً معينة، لكنني لم أكن أعلم أن بعض القرارات الصغيرة قد تفتح أبواباً يصعب إغلاقها، وأن الخطوة التي سأخطوها ستغير حياتي بالكامل. في المساء التالي صعدنا إلى شقة فادية. كانت قد أعدت عشاء فخما بطريقة مبالغ فيها، وكأنها تحتفل بمناسبة كبيرة. الطاولة مليئة بأصناف لم أعتد رؤيتها في بيتي، والشموع موزعة بعناية، والموسيقى هادئة في الخلفية. على طرف الطاولة وضعت علبة أنيقة، وعندما فتحتها أمامي كان بداخلها اللابتوب الذي وعدت به لابني. ابتسمت لي وكأنها تقول: أنا عند كلمتي. جلست أحاول أن أبدو طبيعية، لكن قلبي كان يخفق بسرعة. عبد بدا متوتراً في البداية، يتجنب النظر المباشر إليها، لكن فادية كانت تتصرف بثقة كبيرة. كانت تتحدث معه مباشرة، تضحك وتقترب منه بحركات محسوبة. شعرت بحرارة الغيرة تتصاعد داخلي، ومع ذلك أقنعت نفسي أنني أنا من اخترت هذا الطريق. تدريجياً بدأ التوتر يخف، أو ربما تعودنا على الفكرة. عبد اندمج في الحديث وبدأ يضحك كما يفعل دائماً، لكن هذه المرة كانت الضحكات مختلفة. كنت أراقبه وأحاول قراءة ملامحه. هل هو مجبر؟ هل هو مستمتع؟ أم أنه يحاول فقط مجاراتي؟ لم أكن أملك الإجابة. بعد العشاء خفضت فادية الإضاءة أكثر، وارتفع صوت الموسيقى قليلاً. قامت ترقص بخفة، وكأنها تريد كسر الحاجز الأخير بيننا. حاولت أن أشيح بنظري، لكن المشهد كان أمامي بوضوح. عبد وقف متردداً لحظة، ثم انضم إليها. شعرت كأن شيئاً انكسر في داخلي، لكنني بقيت جالسة متسمرة في مكاني. لم تترك لي فرصة طويلة للانسحاب، فقد مدت يدها إلي وجذبتني لتكون الأجواء طبيعية كما قالت. كانت تكرر أن كل شيء يتم برضاي، وأننا جميعاً نشارك القرار. حاولت أن أتماسك وأقنع نفسي أنني ما زلت أسيطر على الوضع، وأنني أستطيع إيقاف كل شيء في أي لحظة. انتهت الليلة، وعدنا إلى شقتنا بصمت ثقيل. كنت أراقب عبد، أبحث عن أي إشارة تدل على ندمه، لكنه بدا مختلفاً، أكثر هدوءاً وأكثر انفتاحاً معي. في تلك الليلة تحدث إلي بكلمات رقيقة لم أسمعها منذ سنوات، وكأنه يحاول طمأنتي أو ربما تبرير ما حدث. الأيام التالية مرت بشكل غريب. لم نتحدث كثيراً عما جرى، وكأننا اتفقنا ضمنياً على اعتباره حدثاً عابراً. لكن فادية لم تتعامل معه كأمر عابر. بدأت تتصل أكثر، وتقترح لقاءات جديدة، وتؤكد أن ما بيننا أصبح سراً مشتركاً. شيئاً فشيئاً تحولت التجربة الأولى إلى عادة.
صرت أستلم المال عند الحاجة وأجد الأعذار لنفسي بأنني أفعل ذلك من أجل أولادي. ومع كل لقاء كنت أشعر أن الخط الفاصل بيني وبين فادية يتلاشى، وأن عبد يعتاد وجودها في حياتنا بشكل لم أعد أستطيع تجاهله. ومع ذلك استمررت، غير مدركة أنني أخطو بثبات نحو خسارة أكبر مما تخيلت. مرت الشهور سريعاً، وتحول ما بدأ كتجربة غريبة ومحدودة إلى واقع مستمر. فادية لم تكتفي باللقاءات المتفرقة في شقتها، بل اقترحت يوماً أن نستأجر مكاناً بعيداً عن الأنظار في منطقة هادئة لا يعرفنا فيها أحد. قالت إن ذلك سيكون أكثر أماناً وراحة للجميع. في البداية ترددت، لكنني وافقت في النهاية، وكأنني أتنازل خطوة جديدة دون أن أشعر. استأجرت شقة أنيقة مفروشة بعناية، وأعطت كل واحد منا مفتاحاً. قالت بابتسامة واثقة: كده محدش هيقلق وكل حاجة تبقى براحتنا. لم أدرك وقتها أن وجود المفتاح في يد عبد سيعني أنه قادر على الذهاب في أي وقت حتى بدوني. استمر الوضع على هذا الحال قرابة عامين. كنا نعيش حياتين، واحدة علنية أمام أولادنا والجيران، وأخرى سرية خلف الأبواب المغلقة. كنت أقنع نفسي أنني ما زلت الزوجة الأولى، وأن وجود فادية مجرد إضافة مؤقتة، لكنها كانت تتصرف بثقة متزايدة، وكأنها أصبحت جزءاً أساسياً من حياة عبد. مع مرور الوقت بدأت ألاحظ تغيراً في تصرفاته. صار يتأخر عن البيت أكثر من المعتاد بحجة ضغط العمل. في البداية لم أربط الأمور ببعضها، لكن التكرار أثار قلقي. حاولت الاتصال بفادية في بعض المرات التي يتأخر فيها، فوجدت هاتفها مغلقاً أو لا تجيب. هنا بدأ الشك يتسلل إلى قلبي بقوة. في إحدى الليالي أخبرني عبد أنه سيتأخر كعادته. أغلقت الهاتف وجلست أفكر. فجأة قررت أن أذهب إلى الشقة السرية وحدي. لم أخبر أحداً. كان قلبي يخفق بعنف وأنا أفتح الباب بمفتاحي. دخلت وأطفأت الأنوار في إحدى الغرف واختبأت أنتظر. بعد وقت قصير سمعت صوت الباب يفتح. كانا معاً، ضحكاتهما تملأ المكان، وكأنني لم أكن يوماً جزءاً من هذا الاتفاق. وضعا أكياس الطعام على الطاولة وجلسا يتحدثان بحرية، بلا حذر، بلا خوف. أدركت في تلك اللحظة أن الأمر لم يعد اتفاقاً ثلاثياً كما كنت أظن. عندما اتجه نحو الغرفة خرجت من مكاني فجأة. تجمد عبد في مكانه وارتبكت ملامحه، أما فادية فبقيت ثابتة تنظر إلي ببرود غريب. لم تعتذر، لم تحاول التبرير. قالت ببساطة: إيه الفرق؟ ما أنت عارفة كل حاجة من الأول. لكنها لم تتوقف عند هذا الحد. نظرت إلي بثقة أكبر وأضافت: على فكرة، أنا انفصلت عن جوزي من شهرين، وأنا وعبد كتبنا عقد رسمي عند محامي. شعرت أن الهواء انقطع عن صدري. لم أكن أعلم شيئاً. كنت أظن أنني شريكة في كل خطوة، لكن الحقيقة أن الأمور تطورت خلف ظهري. وقفت عاجزة عن الكلام. الكلمات كانت ثقيلة في حلقي. أدركت متأخرة أنني أنا من فتحت الباب، وأنا من سمحت للأمور أن تصل إلى هذه النقطة. لكنني لم أتخيل أبداً أن النهاية ستكون بهذا الشكل القاسي. خرجت من الشقة تلك الليلة وأنا لا أشعر بقدمي. الطريق إلى البيت بدا أطول من المعتاد، وكأن كل خطوة تحملني نحو حقيقة أحاول إنكارها. كنت أردد في داخلي: كيف وصلت إلى هنا؟ كيف تحول قرار ظننته بسيطاً إلى خسارة بهذا الحجم؟ عندما دخلت البيت نظرت إلى أولادي وهم منشغلون بدراستهم وحياتهم اليومية، لا يعلمون شيئاً عما يحدث خلف الكواليس. شعرت بثقل المسؤولية يطبق على صدري. لم أكن أخشى فقط فقدان زوجي، بل كنت أخشى الفضيحة وكلام الناس وانهيار صورة الأسرة أمام أولادي. في الأيام التالية تغير عبد بشكل واضح.
لم يعد يحاول إخفاء تأخره، ولم يعد يبرر كما كان يفعل سابقاً. كان يتعامل معي بهدوء بارد، وكأنه ينتظر مني أن أتقبل الوضع الجديد. حاولت التحدث معه أكثر من مرة، أسأله إن كان ما حدث مجرد نزوة تطورت أم أنه اتخذ قراره فعلاً، لكنه كان يهرب من المواجهة أو يكرر أنني كنت على علم بكل شيء من البداية. كلامه كان يؤلمني لأنه يحمل جزءاً من الحقيقة. نعم، أنا وافقت في البداية. نعم، قبلت الهدايا والمال، لكنني لم أوافق أبداً على أن يستبدل مكاني أو أن يتحول الاتفاق إلى زواج رسمي خلف ظهري. شعرت أنني خدعت، لكنني في الوقت نفسه كنت ألوم نفسي. كنت بين دور الضحية ودور الشريكة في الخطأ. جلست مع نفسي طويلاً أحاسبها. هل أفضح الأمر وأطالب بحقي قانونياً؟ هل أواجه فادية علناً؟ أم أحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بهدوء؟ كنت أعلم أن أي خطوة متهورة قد تدمر حياة أولادي قبل أي شيء آخر. بدأت أفكر بطريقة مختلفة. بدل أن أركز على استعادة عبد فقط، بدأت أسأل نفسي: ماذا أريد أنا؟ هل أريده لأنه زوجي وأبو أولادي؟ أم لأنني لا أتحمل فكرة خسارته لامرأة أخرى؟ هل يمكن أن تعود الثقة يوماً كما كانت؟ وهل أستطيع أن أعيش معه بعد كل ما حدث دون أن يقتلني الشك؟ حاولت أن أطلب منه جلسة صريحة بعيداً عن أي ضغط. أخبرته أنني لا أريد مالاً ولا هدايا ولا أي مكاسب مادية. كل ما أريده هو وضوح. إما أن يحسم أمره ويعود لبيته بشكل كامل، أو نبحث عن حل يحفظ كرامتنا أمام أولادنا. لأول مرة شعر بأنني أتحدث بجدية، لا بدافع الغيرة بل بدافع الكرامة. اليوم أنا في مفترق طرق. تعلمت درساً قاسياً: أن بعض الأبواب حين تفتح لا تغلق بسهولة، وأن التنازل الصغير قد يكلفنا الكثير. لا أعلم ماذا سيحدث غداً، لكنني أعلم أنني لن أسمح مرة أخرى أن أبيع راحتي مقابل وهم مؤقت. ربما أستطيع إصلاح ما تبقى، وربما أبدأ من جديد، لكن هذه المرة سأختار نفسي أولاً قبل أي إغراء أو ضغط.